يعني بصراحة كده أنا ما بقتش عارف هما الأطفال ما بقوش أطفال ليه. امبارح جالنا استدعاء ولي أمر من الحضانة بتاعة عمار ابن خالي، فلقيت خالي بيتصل عليا وبيقول لي إني أروح مع الواد الحضانة علشان هو في الشغل ومش هيعرف يروح، وأشوف الواد هبب إيه. قلت ماشي، وخدت الواد من إيده وطلعت بيه على الحضانة، ودخلت وبسأل الأستاذة هو الواد ده عمل إيه. لقيت وشها اتحول وظهرت عليه تشنجات وقالت لي بص يا أستاذ، لو سمحت الكائن ده أنا مش عايزاه معايا هنا تاني في الحضانة. فأنا قلت لها اهدي بس بالراحة، كائن إيه ده؟ طفل. راحت بصالي من تحت لتحت كده وقالت لي طفل مين يا أخويا؟ ده مستحيل يكون طفل، البه سلوكه سيء جدا. فأنا قلت لها ليه كل ده؟ هو عمل إيه بالظبط؟ قالت لي كل شوية يروح يبوس زميلته بالعافية ويفضل يجري وراها وهو بيقول لها أنا بحبك يا بت. ولما جيت زعقت له وقلت له إن كده عيب، راح قال لي هو أنت علشان مش لاقية حد يبوسك فمتغاظة مننا؟ عارف إن الواد فعلا قليل الأدب وما شافش تربية، بس أنا هنا كنت واقف كاتم الضحكة بالعافية، وفي نفس الوقت كنت بتمنى الأرض تنشق وتبلعني. وأنا دلوقتي بقيت زي المدرسة، ما بقتش فاهم إزاي ده طفل وجاب الكلام ده من فين.